أسعد الله بهذا طابت أوقاتكم من نشرة أخبار الفضاء الإرثية لهذه الفترة يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. مطالبة بحل أوجه القصور في الخدمات بالقاش بركة. ورشة عمل لتطوير طباعة الكتب. ارتفاع وعي المجتمع في القاش بركة بأهمية التبرع الطوعي بالدم. فرنسا وألمانيا توقعان اتفاقا على قواعد تصدير السلاح والفضاء. 3 قتلى في زلزال بجنوب الفلبين. ألمانيا لن تستبعد هواي الصينية من مشروع الجيل الخامس. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. أكد سكان مديريات سلعة وكركبة وفورتو ساوا وتسني وهيكوتا وغونيا بإقليم القاش بركة استعدادهم للعمل بقوى لإنجاح برامج التنمية، مطالبين بحل أوجه القصور في الخدمات الاجتماعية. وأوضح السكان خلال لقاء بحاكم الإقليم السيد أبرهة قرزة أن الاهتمام الحكومي بالريف ساهم في تضييق الفجوة بين الريف والحضر، واستطاع المواطنون الحصول على الخدمات الأساسية في مناطقهم، مؤكدين استعدادهم لمواصلة الأنشطة التي يقومون بها بالتأطير المجتمعي. وناشد السكان بضرورة حل مشكلة المواصلات والاتصالات في معظم المناطق، وصيانة البنى التحتية للزراعة المروية، والإسراع بإكمال بناء المؤسسات الصحية والمدارس، والدفع بتجميع القرى وإنهاء الخطط السكنية للبلدات، والاهتمام بالمدارس التي تدرس في الفصول المبنية بالمواد المحلية. من جانبه دعا حاكم إقليم القاش بركة السيد أبرهة قرزة المواطنين للعناية بمؤسسات الخدمات الاجتماعية، موضحا بأن إدارة إقليم القاش بركة تعمل بالتنسيق مع الشركاء على وضع برامج قصيرة وطويلة المدى لسد النواقص. نظم الدار حدري للطباعة ومطبعة سابور ورشة عمل بأسمرة في 17 من أكتوبر لتطوير طباعة الكتب. شارك في الورشة التي عقدت ليوم واحد بخصوص قضايا ما قبل الطباعة والطباعة والصور وتصاميم الكتب والمونتاج، الكتاب وخبراء الطباعة ودور الطباعة والناشطين في أعمال المونتاج. وقدم توضيحا في الورشة حول استعدادات ما قبل الطباعة وأهمية تنسيق الصور وكيفية التقاطها واختيارها للطباعة وحجم الأحرف وترتيبها. وقال السيد فريم هابتسيون من دار حدري للطباعة لوكالة إيرينا أن هدف الورشة هو الالتقاء مع الجهات المعنية والتصحيح العاجل للأخطاء التي تحدث في الطباعة والاستعدادات اللازمة قبل الطباعة والتصميم وتحسين اختيار الألوان والصور لتطوير الطباعة. وأوصت الورشة بضرورة الاهتمام بحجم الكتب لتكون ملائمة للقراءة، وكذلك تغييرات الألوان أثناء الطباعة، وتنظيم الدورات التدريبية للعاملين في هذا المجال، وتقديم النصح والإرشاد لتفادي أخطاء ما قبل الطباعة. وقال مسؤول البحوث والتوثيق في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد زميرة يوهنس في ختام الورشة أن المستوى الذي تم الوصول إليه في الطباعة والمونتاج والتصميم مشجع نوعا ما، داعيا العاملين في هذا المجال لتطوير قدراتهم باكتساب المزيد من المعارف لتقديم منتجات عالية الجودة. ذكر في المنتدى الذي عقد في 15 من أكتوبر الجاري الدور الكبير الذي لعبته جمعية التبرع الطوعي للدم في إقليم القاش بركة في رفع الوعي المجتمعي وتلبية متطلبات المؤسسات الصحية. وقدم رئيس الجمعية السيد جبر مسخل مباي تقريرا أوضح فيه عن تنظيم حملات توعية مكثفة بمشاركة أكثر من 36 ألف مواطن، وزيادة عدد المتبرعين الطوعيين إلى 450، وتجميع 1480 وحدة دم رغم أوجه القصور المختلفة والتي من أهمها الميزانية. وقد اتخذت الجمعية من مدن بارنتو وتسني وقردات مراكز انطلاق لإنجاح أنشطتها. من جهته قال رئيس الجمعية الوطنية للتبرع الطوعي للدم السيد سامسون قبل سلاسه أن تغيير الأفكار الخاطئة وتنمية أعداد المتبرعين الطوعيين للدم خير دليل على الجهود المبذولة، داعيا كافة المواطنين للمساهمة من أجل إنقاذ الحياة التي لا تعوض بالدم الذي يعوض، وعدم ترك المهمة للجمعية فقط. وذكر القائم بأعمال نقل الدم الوطني السيد أبرهة محارب أن نقل أعمال التبرع الطوعي حتى مستوى المديريات ساعد في التقليل من نقص الدم حتى في المناطق البعيدة، مذكرا بضرورة الدفع ببرامج التبرع وتطويرها حتى تترسخ كثقافة. هذا وفي ختام اختيرت لجنة تنفيذية تتكون من 20 عضوا لتسيير أنشطة الجمعية في الإقليم.
قام الإريتريون المقيمون في تورونتو الكندية وميلانو الإيطالية ويوهانسبيرغ الجنوب أفريقية بتنظيم العديد من الأنشطة الوطنية. وقد احتفل الإريتريون في تورونتو بالذكرى الأربعين لتأسيس الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية تحت شعار النضال حتى النصر النهائي. وقال قنصل إريتريا العام في كندا السيد أحمد إيمان في الحفل أن المساواة التي حققتها المرأة الإريترية بالعمل والتضحيات يتم تذكرها بفخر كبير، ويتطلب بذل الجهود لنقل هذه القيم للأجيال الحديثة. من جانبها أوضحت مسؤولة فرع المرأة السيدة نتسيت هايلي أن العمل جار لتنشئة الأجيال على القيم الوطنية وتدعيم مساهمة المرأة الإريترية في ضمان السيادة الوطنية وضمان النمو الاقتصادي بمشاركة الشابات. وذكرت بأن المرأة الإريترية قدمت مساهمات كبيرة في الثورة لتحقيق الاستقلال الوطني والكرامة الإنسانية وترسيخ المساواة والعدالة، وأكدت ثقتها في تقوية مساهمتها بالتأطير والتنظيم القوي وتعزيز دورها في برامج التنمية الوطنية. وقد شهد الاحتفال تنظيم العديد من الفعاليات الفنية. ومن جهة أخرى عقد سفير إريتريا في إيطاليا سيد فيتساسيون بيتروس سيمينارا للإريتريين بميلانو في 13 من أكتوبر، وشرح فيه برنامج الحكومة الإريترية لتشجيع المواطنين على الاستثمار في مختلف القطاعات لدعم اقتصاد البلاد. وقال أن المورد البشري يأتي في المرتبة الأولى في اهتمامات دولة إريتريا. وقد عدت الحكومة الترتيبات التي تبين مجالات تفعيل نمو الاقتصاد الوطني واستفادة المواطنين من المشاريع الاستثمارية سواء بشكل فردي أو جماعي ضمن برامج التنمية التي تنظمها الحكومة. ودعا المواطنين للاستفادة من هذه الفرص وتوظيف تعليمهم وخبراتهم كما ينبغي، موضحا إمكانية ملء المواطنين الراغبين في الاستثمار الاستبيان الموجود بمكتب السفارة والقنصلية في روما وميلانو. ومن جهة أخرى عقد سفير إريتريا في جنوب أفريقيا ومنطقة الجنوب الأفريقية السيد صالح عمر سيمينارا ممثلا يوم 13 من أكتوبر للإريتريين في جوهانسبيرغ وضواحيها، موضحا توفير الحكومة مناخ ملائم للاستثمار بهدف تحقيق النمو الاقتصادي في مرحلة السلام المبشرة. وفي ألمانيا تبرعت الجالية الإريترية في محافظة أوفنباخ بمبلغ 1070 يورو، كما تبرعت الجالية الإريترية في مدينة هيبنهايم ب 1200 يورو لإعالة أسر الشهداء. طالب سكان منطقة حرستاي في مديرية حقات والذين تجمعوا في العام 2001 بتقديم آليات ثقيلة لإزالة الطمي من السد المشيد في منطقتهم لضمان مصدر مياه لسقي ماشيتهم، وأشاروا إلى أن الأوضاع أثرت سلبا على مصدر مياه الشرب الصالحة، مما أدى ذلك إلى تقيب الطلاب عن المدرسة، مناشدين بضرورة تمكينهم من الاستفادة الجيدة من التيار الكهربائي الذي يمر عبر منطقتهم. وأوضح مدير ضاحية جلاس السيد السناي بيتروس بأنهم يبحثون مع الجهات المعنية عن السبل الكفيلة لحل المشاكل المذكورة. هذا وتبعد منطقة حرستاي التي يقطنها حوالي 829 نسمة 8 كيلومترات من الناحية الشرقية لمدينة حقات، وهي واحدة من القرى الستة المكونة لضاحية جلاس. أكد سكان لعيتا في مديرية جندع جاهزيتهم لإنجاح البرامج التنموية الجارية في منطقتهم والتي تؤثر إيجابيا في مستقبلهم وحياتهم المعيشية. وأوضحوا لوكالة الأنباء الإريترية إيرينا بأنهم مستعدون للمساهمة بفعالية في تعزيز أعمال صيانة وتوسيع طريق نفاسيت سرحل جاري بالتعاون بين شركات البناء الإريترية وقوات الدفاع. وأشار مدير الضاحية السيد آدم مكي إلى أن سكان الضاحية ظلوا يقومون ببناء المدرجات لإصلاح مساقط المياه، حيث شجع ذلك البرنامج على تجميع القرى. وفي ذات السياق نظم سكان الضاحية مأدبة غداء للعاملين في البرنامج تشجيعا لهم. وذكر مدير مديرية جندع السيد عمر يحيى الذي حضر المناسبة بأن البرامج التنموية المنفذة في الضاحية جزء من الحملة التنموية التي تشهدها البلاد، مشيدا بالمبادرات التي يتخذها السكان. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوفيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، أعلنت فرنسا وألمانيا أنهما وقعتا اتفاقا ملزما بخصوص قواعد تنظيم صادرات الأسلحة للبرامج المطورة بشكل مشترك بين البلدين. وقالت باريس وبرلين في بيان بعد اجتماع مشترك لمجلسي الوزراء عقد في مدينة تولوز أنهما اتفقتا على منح معاملة تفضيلية للشركات الأوروبية من أجل إطلاق صواريخ إلى الفضاء. هذا وزارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل برفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مقر المجموعة الأوروبية لصناعة الطائرات إيرباص في مدينة تولوز الفرنسية. وقامت ميركل وماكرون بتفقد قاعة إنتاج الطائرات بعيدة المدى من طراز A350. ومن المنتظر أن تفرض الولايات المتحدة غدا الجمعة قيودا جمركية تقدر بالمليارات على وارداتها من الاتحاد الأوروبي،
وذلك بسبب حصول مجموعة إيرباص على دعم من الاتحاد الأوروبي. قالت السلطات الفلبينية أن 3 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، وأصيب العشرات عندما ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة جنوب الفلبين، وتسبب الزلزال في قطع الكهرباء والاتصالات وأحدث شروخا في الأبنية بوسط مينداناوا. وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية للتعامل مع الكوارث مارك تيمبالا أن شخصين قتلا وأصيب 18 في انهيار أرضي ببلدة ماجساي سي بإقليم دافو ديل سير. وقال ريول ليمبونجان رئيس بلدية تولونان في إقليم نورث كوتا بوتو أن طفلة عمرها 7 أعوام لقيت حتفها عندما انهار جدار في منزلها. وقالت وكالة التعامل مع الكوارث أن 27 شخصا أصيبوا، في حين تضررت 15 بناية منها مراكز للتسوق ومدارس ومجالس بلدية. لا تزال حرب تكنولوجيا الجيل الخامس ومن يصفر بعقود استقلالها حول العالم دائرة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. وكانت واشنطن قد حذرت دول أوروبية من منحها عملاق التكنولوجيا الصيني هواوي عقودا لبث شبكات الجيل الخامس، بحجة أن أكبر مورد عالمي لتكنولوجيا الاتصالات يعمل في واقع الأمر لصالح بكين. على الرغم من تلك التحذيرات، قالت ألمانيا لن تستبعد الشركة الصينية هواوي من العمل على توفير شبكة 5G، قائلة أنها تريد توفير مساحة تنافس متكافئة لمزودي هذه التكنولوجيا. ورحبت هواوي بقرار ألمانيا، وقالت الشركة أن تسييس الأمن الرقمي لن يعيق تطوير التكنولوجيا والتقدم الاجتماعي، في حين أنه لن يفعل شيئا للتصدي للتحديات الأمنية التي تواجهها جميع البلدان. ويعتمد جميع مشغلي الاتصالات في السوق الألمانية على معدات هواوي، وحذروا سابقا من أن استبعاد العملاق الصيني في البلاد سيؤخر بدء تشغيل الجيل الخامس ويهدر مليارات الدولارات. أدت سلسلة من الأحداث النادرة والمشؤومة إلى انتقال نوع قاتل من الملاريا كان يصيب الغوريلا إلى الإنسان حسب ما يقول العلماء. ويلقي آلاف الأشخاص حتفهم سنويا جراء الإصابة بالملاريا، حيث تتسبب الطفيليات التي ركز الباحثون على دراستها في غالبية حالات الإصابة. وكانت القردة العليا في أفريقيا هي المضيف الأول لهذه الطفيليات، لكن تحورا جينيا مفاجئا حدث قبل 50,000 سنة جعل هذه الطفيليات تشكل خطرا على البشر بحسب ما توصل إليه الخبراء. يمكن لنتائج البحث التي نشرت في دورية المكتبة العامة للعلوم أن تساعد في الكشف عن طرق جديدة لمكافحة الملاريا، كما يأمل باحثو معهد وولكوم سانجر في بريطانيا. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.